من بين كل الإصابات التي يمكن أن تصيب لاعب كرة القدم، كانت إصابة لامين يامال مختلفة، مؤلمة، مرهقة وغادرة في الوقت نفسه. ليست الأخطر، لكنها بالتأكيد الأسوأ في توقيت كهذا. ألم العانة، إصابة لا تخرجك من الملعب، لكنها تسحب منك كل ما تملك من طاقة. تستطيع أن تلعب، نعم، لكنك لا تكون أنت. تركض وأنت تتألم، تراوغ وأنت تشعر بأن كل خطوة قد تكون الأخيرة. وفي وسط هذه المعاناة، اختار لامين أن يعيش حياته بسرعة الضوء. إجازة مرضية؟ نعم، لكن على متن مروحية مع صديقته. استعراضات، تأخر عن التدريبات، وسلوكيات لا تشبه لاعبا يقف على أعتاب المجد. الصحف لم تعد تتحدث عن مهاراته أو أهدافه الخرافية، بل عن غروره وتصرفاته، وعن شاب يبدو أنه يفقد توازنه قبل أن يكتمل نضوجه. والمقلق أكثر أن لا أحد في برشلونة يضع له حدوداً. الرئيس لابورتا مشغول بالمظاهر، والإدارة تخاف أن تزعج الفتى الذهبي. حتى فليك المدرب الجديد وجد نفسه أمام شخصية متمردة وثقة مفرطة لا تعرف التواضع. لقد سلم برشلونة مفاتيح النادي لفتى لم يتجاوز 18، لكنهم نسوا أن يمنحوه البوصلة التي ترشده إلى الطريق الصحيح. الآن كل شيء يعتمد على الوقت. 8 أشهر فقط تفصلنا عن كأس العالم. 8 أشهر قد تعيد لامين يامال إلى القمة، أو تحوله إلى حكاية نجم احترق بسرعة قبل أن يكتمل بريقه. الكرة الآن في ملعبه، فإما أن ينهض من جديد أو يختفي وسط ضجيج الشهرة التي صنعها بنفسه. وفي النهاية، إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة، لأن قصص الكرة لا تنتهي ونحن هنا لنرويها لكم.